جان دوست كان مشروعه أوسع من ذلك الحقيقة. لذلك أنا عندما كتبت مقدمة كوباني قلت إن جان دوست هو بلزاك الرواية الكردية، وأنا مصر على ذلك. أنا أضيف إلى ذلك جان دوست هو رسول الأدب الكردي إلى العالم. والأدب عموما هو، نحن الآن كم من الأمراء الذين حكموا، الآن أتحدث من خلال تخصصي، أتحدث عن الدولة تاريخ الخلافة الإسلامية، كم من الأمراء والحكام حكموا الدول الإسلامية. من الذي بقي منهم؟ بقي منهم سيف الدولة. سيف الدولة بقي بفضل المتنبي، استمرارية سيف الدولة بفضل المتنبي. إذا الآن الأديب عندما، وهذا يؤكد ما قاله المقدم، نحن كنا لا نعرف شيئا عن الأدب الكردي وعن الثقافة الكردية. دور جان دوست، وهذا هو الأهم، أنه حول هذه النقلة، جعل الأدب الكردي بالنسبة إلى من لا يتقنون اللغة الكردية، أتحدث هنا، وإلى الجوار، لأن في النهاية نحن نعيش معا، شئنا أم أبينا، فنحن نعيش معا. فهو حول هذا الأدب إلى حقيقة واقعة، ولفت نظرنا جميعا إلى وجود هذه الظاهرة. من خلال هذه الظاهرة أنا كنت من بداية كيف نشأت هذه العلاقة وهذه الحميمية مع جان دوست. هناك عدة مراحل. المرحلة الأولى، نحن شيخنا واحد هو هادي العلوي، فهناك علاقة روحية تربطنا بأحد المثقفين الكونيين في الحقيقة. هو كان دائما يصف نفسه بأنه مثقف كوني، الذي هو هادي العلوي. الذي يقرأ هادي العلوي ويطلع على هادي العلوي لا يستطيع إلا أن يكون منفتحا على كل ثقافات العالم، وأن يحس بآلام البشر جميعا. إذن أن يحس بآلام البشر جميعا. فالآن أنتقل إلى النقطة الأخرى، ثم أعود إلى بالتركيز على رواية كوباني تحديدا. أنا كنت منذ يومين كنت في أمستردام وزرت بيت آن فرانك. نعم، وتأثرت لما جرى لآن فرانك أو لآن فرانك. طيب كيف يمكن لشخص من مدينة جرابلس أن يتأثر بآن فرانك ولا يتأثر بكوباني؟ هذا يحتاج إلى شخص أن يكون خارج كل السياقات الإنسانية والبشرية والطبيعية وكل شيء. أنت كيف تتأثر؟ إذا أنت تتأثر بما جرى لآن فرانك، وهي يهودية طبعا بغض النظر عن هذه القضايا بين مزدوجتين، وألمانية، وأنا تأثرت لما جرى لها. طيب كيف لا أتأثر بما جرى لمدينة كوباني التي أعرفها جيدا، ومشيت في أزقتها ومشيت في حواريها، وكنا نذهب، لمن يعرف كوباني، نذهب لنتعشى في المقصف، ونذهب لنشتري الحلويات، ونذهب إلى المركز الثقافي إلى آخره. إذن القضية هي حالة وجدانية حقيقية بالنسبة إلي. هذا التعاطف هو حالة وجدانية، ليس نابعا لا من موقف سياسي ولا من موقف إيديولوجي ولا من أي موقف. هي حقيقة، إذن نحن نعيش معها. فيما يتعلق بالأعمال الأدبية، أنا لا أعرف، ربما لا أريد أن أتطفل كثيرا، ولكن أنا قارئ ومتابع ومهتم بجان دوست. أريد أن أتحدث عن الناحية الأدبية لجان دوست إذا كان ممكنا، إذا فقط من أجل أن أعطي إطار عام ما هو إذا ممكن. جان دوست من خلال كتاباته، أنا عندما قلت جان دوست هو بلزاك الرواية الكردية. ما الذي فعله جان دوست؟ جان دوست بأسلوب أدبي متميز استطاع حتى هذه اللحظة أن يؤرخ للمسألة الكردية، أن يؤرخ لتاريخ الثقافة الكردية. جان دوست بدأ بأحمد الخاني من خلال ميرنامي، وهي أول رواية. أنا أيضا هذه، تخيلوا كيف كنا نعيش. أنا أقرأ في الإنترنت أن هناك رواية مترجمة إلى اللغة العربية ألفها كاتب من كوباني، وأنا ابن جرابلس ولا أعرف هذا الكاتب. تخيل إلى أي درجة كان هناك جدار الفصل العنصري، إذا صح لي أن أعبر عنه. كان هناك جدار فصل عنصري. أنا من جرابلس، ويوجد كاتب بعد بيني وبينه 15 كيلومتر، ولا أعرف أن هناك كاتب ومبدع ويكتب ونشر هذه الرواية. فبحثت عنه على الإنترنت حتى وجدته وتواصلنا، وبعد ذلك نشأت هذه الصداقة بيننا. إذن جان دوست بدأ بأحمد الخاني، وكانت البداية صحيحة، بمعنى بدأ بأهم شخصية كردية
لاحظوا أنا اطلعت على أحمد الخاني كمثقف اليوم من خلال ميرنامة أكثر مما اطلعت عليه من خلال موموزين. هذا هو دور المبدع. المبدع أثار فضولي. في رواية ميرنامة جان دوست أثار فضولي لأعرف من هو أحمد الخاني. أنا كنت قرأت ترجمة البوطي ولكن هي ترجمة بسيطة، ليست يعني لا تقدم عملا أدبيا حقيقيا، إلى حد ما فيها وعظ وإرشاد فعندما قرأت حياة أحمد الخاني من خلال ميرنامة، هنا أردت أن أعرف ماموزين بشكل جيد وأن أعرف أحمد الخاني بشكل جيد. فاطلعت على ترجمة جان دوست لماموزين. بعد ذلك بدأت قرأت كل أعماله بلا استثناء، طبعا التي كتبها أو ترجمها إلى اللغة العربية. أنا فقط أقول لكم أمر بسيط لأتحدث فقط، هذا في الإيطالية نقول أوماجو، يعني نوع من التقدير لما فعله جان دوست للثقافة الكردية. أنا عندما كتبت مقدمة كوباني بالكردية أدخلتها، أردت أن أدخلها إلى الداتابيز، إلى صفحتي في وزارة التعليم العالي الإيطالية، لأدخلها بين مؤلفاتي. في النهاية هي يعني المقدمة أنا كتبتها، فأدخلها ضمن الداتابيز لما كتبته في حياتي الأكاديمية فلم أجد اللغة الكردية بين كل اللغات الموجودة في إيطاليا، طبعا في إيطاليا يعني ضمن مؤسسة وزارة التعليم العالي أنا أتحدث عن العمل الأكاديمي. لأول مرة يدخل، فأنا لأنني كتبت المقدمة وصدرت باللغة الكردية فأردت أن تدخل هذه المقدمة، أرسلت طلب إلى وزارة التعليم العالي أطلب منهم أن يدخلوا اللغة الكردية بين اللغات الأكاديمية المعترف بها علميا في الجامعات الإيطالية، لأنني هذا أول عمل يدخل باللغة الكردية. فهذه اللي عندما أقول إذن إن جان دوست هو رسول الأدب الكردي، وبالتالي رسول المسألة الكردية إلى العالم. طبعا هو رسولها بالسلام، رسولها بالمحبة، رسولها بالحوار، رسولها بالوفاق، ليس رسولا مسلحا مقاتلا يبحث عن الإقصاء، يبحث عن القتل، يبحث عن الكراهية. لأن جان دوست لو كان شخص يبحث عن الكراهية ما تعاون معي، ولكن من خلال الحب ومن خلال السلام ومن خلال البحث عن النقاط المشتركة أنا أيضا وجدت هذه النقاط المشتركة ووصلت إلى ما وصلت إليه. فمثلا كان هذه إحدى النتائج التي أنا أعتز بها، أن كان العمل الذي كتبته كان أول عمل باللغة الكردية يدخل إلى المؤسسات الأكاديمية الإيطالية. إذا أنتقل إلى تجربة جان دوست بشكل سريع ثم أتوقف عند ملحمة كوباني، وأنا أسميها ملحمة لأنها حقيقة كما كتبها جان دوست. جان دوست كتب ملحمة حقيقية، أرخ لما يجري على مستويين، هذا أساسا. لهذا أنا قلت له إنه هو يلعب بالقارئ جان دوست وبشكل ثقيل جدا. وفعلا كنت أتصل به لأقول له أحيانا أنا لا أستطيع أن أتابع الرواية، أقول له رفقا بهؤلاء الناس، رفقا بهؤلاء الأبطال. طبعا أنت دورك أن تقدم المأساة حقيقة إلى العالم، ولكن يعني نحن أيضا كقراء رفقا بنا، لأننا طبعا لا شك أن الذي يعيش المأساة هو وضعه لا نستطيع أن نتحدث عنه، ولكن أنا كقارئ يعني أقول له رفقا بي، أنا عشت الحالة ولكن تعامل معي بشكل أكثر، بشفقة أكبر. فاستطاع، إذا تخيلوا أنا أتحدث كقارئ، استطاع جان دوست أن يوصل إلي هذه الحالة، هذه الملحمة التي جرت مؤخرا. طبعا البشر لا يتعلمون من أخطائهم، استطاع أن ينقلها إلي. من الناحية الأدبية أنا لا أدري إذا كان هناك يعني داعي للخوض فيها بشكل دقيق، ولكن ميزة الملحمة يعني لماذا استطاع جان دوست أيضا أن يخلق المتلقي؟ لماذا المتلقي لا يستطيع أن يترك الرواية؟ لأن جان دوست لعب لعبة خبيثة في السرد. لعبة خبيثة في السرد. كان يصل إلى نقطة معينة ثم ينتقل إلى مستوى آخر من السرد، فالقارئ يتعجل في قراءة المستوى الآخر كي يصل إلى النقطة التي تركها، ولكن هو هذا المستوى الآخر أيضا يصل إلى نقطة حساسة جدا جان دوست ثم يتوقف لينتقل إلى مستوى ثالث، فالقارئ يتعجل قراءة المستوى الثالث ليصل إلى الأبطال الذين تركهم في المستوى السابق.
ولهذا فكانت عبارة عن عملية لهاث بالنسبة لي، أنا كنت أقرأها وأنا ألهث، بالإضافة طبعا إلى الحالة العاطفية والإنسانية التي خلقتها لدي. طبعا في النهاية، نهاية الرواية انتهت كما يمكن أن تنتهي هذه الملحمة. نتمنى أن يكون فيها القليل من الأمل. ماموستا يتمنى أن يكون هناك قليل من الأمل. طبعا دائما نحن نأسى على الماضي، ولكن في النهاية يجب أن ننظر دائما 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 إذا أردنا أن نبني، يعني هذه وجهة نظري المتواضعة، إذا أردنا أن نبني مجتمع يعيش بسلام وحضاري ومتوافق مع الآخر، فينبغي أن ننظر إلى المستقبل. والأمل الذي تركه لنا ولو بسيطا جدا ولو ضئيلا جدا في آخر الرواية، من هذا الأمل نستطيع أن نبني من أجل مستقبل لكل الشعوب أن تعيش بسلام وتعيش بحب وتعيش بأخاء. شكرا لكم. شكرا جزيلا.